مرحبا، كيفكم؟ يعطيكم العافية. اليوم رح نعمل مع بعض أطيب تشيز كيك اللوتس بأطيب نكهة ممكن تعملوها وبأسهل مكونات موجودة عنا بكل بيت. تابعونا لآخر الفيديو لتتعرفوا على عمل الوصفة. طبعا في البداية هون استخدمت 1.5 كوب من بسكوت اللوتس. أبدا ما بتقدروا تستغنوا عن بسكوت اللوتس لأنه هو أساس الوصفة. رح أضيف عليه ربع فنجان من الزبدة المذابة وربع فنجان من كريمة الحلويات السائلة، ورح أطحنهم كتير منيح على المطحنة لحد ما يصير معي القوام جدا ناعم. مثل ما انتم شايفين القوام بده يكون عنا بهذا الشكل. طبعا هون أنا اخترت صينية التشيز كيك بدها تكون حوالي 8 إنش. فيكم تختاروا أي صينية تشيز كيك تكون بهذا الحجم، ورح أنزل عليها هون بسكوت اللوتس ورح أوزعه بهاي الطريقة. طبعا بالبداية هون صبايا أنتم شايفين أنا كيف لبست هون صينية التشيز كيك. أول شي دهنتها بالزبدة وبعدين حطيت عليها ورق الزبدة من الحواف، وحطيت ورق الزبدة وسكرت صينية التشيز كيك بطريقة محكمة. ومثل ما أنتم شايفين هون سهمدنا البسكوت ورح نسيبه على جنب. وهلأ رح نعمل الطبق الثاني مع بعض. استخدمت هون علبتين من قشطة الجيمر بما تعادل 250 جرام من القشطة، ورح أنزل عليهم هون مثل ما أنتم شايفين 9 حبات من الجبنة الكيري. فيكم تستبدلوها بالجبنة الكيري المذابة، ولكن أنا كان متوفر عندي المكعبات. واستخدمت نص علبة من الحليب المحلى المكثف وكوب من حليب الباودر، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة. إذا مش موجودة الفانيليا البودرة ممكن تستبدلوها بالسائلة. طبعا مثل ما أنتم شايفين أنا خلطتهم على خلاط الكوكتيل لحتى وصلت لهذا القوام المطلوب. طبعا هلأ رح أنزلهم فوق طبقة البسكوت. وأنا طبعا هون كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 160 على الرف الوسط من الشواي من فوق لمدة 25 دقيقة. طبعا النار بدها تكون عنا مثل ما خبرتكم على درجة 160 درجة. وبعد ما طلعتها من الفرن حتكون عندي بهذا الشكل. ممكن تكون عندكم الشكل جاي اللون على الأشقر، بس ممكن مع الكاميرا هي مبين إنه اللون جاي على أحمر غامق. طبعا تركتها هون بالثلاجة لمدة 2 ساعة لحتى تبرد معي تماما. ورح أبلش هون لطبقة اللوتس. حطيت بما يعادل 4 معالق كبار من زبدة اللوتس، سيحتهم أو خليتهم يذوبوا كتير منيح على الميكروويف. ورح أطلعهم وأنزل هون زبدة اللوتس مثل ما أنتم شايفين بعد ما ذابت معي. ورح أبلش هون أوزعها بهاي الطريقة. طبعا هون طريقة التزيين صبايا حبيت إني أطحن البسكوت شوي وأوزع على الأطراف. طبعا طريقة التزيين بترجع ذوق شخصي لإلكم. ومثل ما أنتم شايفين هيك صارت معنا جاهزة بأقل المكونات وأسهل الطرق. وأنا أبدا ما حبيت إنه تكون معي الطبقة الوسط أبدا سميكة لحتى تكون طرية وتكون أبدا معنا مش يعني مكوناتها جدا تكون سهلة معنا. صبايا هيك صارت وصفتنا جاهزة لليوم. بتمنى إذا الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية على قلوبكم، وشكرا لحسن المتابعة.